رجل الظل المصري كالعادة يتألق من جديد. ما تنساش ان انت تعمل لايك وشير وكومنت وتعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. خلينا نبدأ الحلقة بالصلاة والسلام على أشرف الخلق وأحسن الناس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وخلينا أبدأ أكلمك عن نادي الزمالك اللي النهاردة قدر إنه يكسب الاتحاد الليبي 3-0. أنا ما اتفرجتش على الماتش عشان أكون معاك صريح، ولكن طالما الزمالك كسب 3-0 إذا الزمالك لعب ماتش كويس جدا. وعايز أقول لك على حاجة، اللي أحرز الأهداف المميز اللي بدأ يتألق من جديد مع كابتن معتمد هو سامسون إيكينولا من ساعة ماتش بيراميدز، والراجل ما شاء الله ماشي على الخط التهديفي، بيقدر يحط جون او اتنين في كل ماتش. النهارده اللي احرز الاجوان اوباما ونيمار وسامسون إيكينولا. طبعا عايز اقول لك ان نادي الاتحاد ما كانش نادي ضعيف ولا نادي جامد جدا، ولكن هو نادي من الانديه اللي تقدر ان انت تحكم بيها على فرقتك. بس عندي بقى ليك خبر وحش بعد الخبر الحلو اللي انا قلته لك ده، وهو اصابة حسام عبد المجيد في الانف. يعني حسام عبد المجيد اتصاب يعني مش النهارده، وكانت تقريبا الاصابة دي جات له امبارح في التدريبات. كانت كرة مشتركة في التدريب، حتى ما قالوش يعني الكرة كانت مع مين بالظبط. والكرة الراجل اتصاب في مناخيره، وان شاء الله تكون بسيطة، لان حسام عبد المجيد من اللعيبة المهمة جدا بالنسبة لنادي الزمالك. بس انا بقى في حاجه مش فاهمها حصلت، ايه هي؟ كابتن ميدو اللي قال لك انا عايز او بتمنى رحيل فتوح بشكل نهائي عن نادي الزمالك في شهر يناير. فطلع هو كان عامل كابتن ميدو زي حوار كده على الراديو. فطلع الراجل اللي كان معاه كابتن ميدو قال له طب ايه رايك بدل ما نمشي فتوح نهائي احنا نخلي فتوح يمضي للزمالك ويطلع على شكل ايه؟ اعاره. قال لهم لا، انا مش عايز الكلام ده، انا مش بايد الفكره دي، وانا عايز ان فتوح يمشي من الزمالك خالص. لان فتوح كلامه او يعني بمعنى اصح يعني ان الراجل ده مرحلته انتهت مع نادي الزمالك. طب يا كابتن ميدو، هنا في شويه زملكاويه هينقسموا، حبه يؤيدوك وحبه يعارضوك. طيب هنا في بقى انت عملت لنفسك مشكله او عملت لجماهير الزمالك مشكله. ايه هي؟ ان لو كان فتوح هيقدر انه يعتزل او يقدر انه يلم الموقف بتاعه في نادي الزمالك مع اداره نادي الزمالك، فانت كده زودت يعني بالبلدي زودت التينه بله. يعني لو كان اللعيب عايز يكمل مع نادي الزمالك ويعتذر عن كل ما صدر منه في الفتره اللي فاتت دي، كلام حضرتك اللي يخليه يقول لا، لان بكلام حضرتك خليته شاف واحد زي كابتن ميدو. مع احترامي يعني مع احترامي للكل، بس كابتن ميدو يعني علامه من علامات نادي الزمالك. لما تطلع انت وتقول الكلمتين دول، انا كلاعب كوره سمعت منك الكلمتين دول، اذا بقيت نادي الزمالك شايف اللي كابتن ميدو شايفه. عشان انا بتكلم معاك بس بكل منطقيه وبكل صراحه. طالما انا كلاعب شفت كابتن ميدو شايف كده، انا زي ما بقول لك يبقى الناس كلها شايفه كده. وقال كمان ان هو دي بقى حاجه بالنسبه لي انا جميله، وقال ان لو النادي الاهلي عايز فتوح فعلى النادي الاهلي التقديم رسميا، يعني النادي الاهلي يقدم عرض رسمي لايه للاعب احمد فتوح ويقدر انه ياخده عادي جدا. وهو قال كمان ان احنا مش هنطلع اللاعب غير ما يكون في عرض مناسب على اللاعب. يعني بمعنى اصح، يعني معنى كلام كابتن ميدو ان احنا هنبيع لاعلى سعر او هنبيع للصفقه المناسبه معانا. عشان ابقى معاك واضح، هو مش فارق له فتوح يروح فين او فتوح يلعب لمين او اصلا فتوح يعمل ايه ولا ما يعملش ايه. هو كل اللي فارق له هو ازاي يمشي فتوح من نادي الزمالك. نروح على النادي الاهلي. طبعا انت مستني تفهم ايه معنى الكلام اللي انا قلته لك في الاول، بس اتقل عليا. نروح للنادي الاهلي، وانا هقول لك على النادي الاهلي خبرين مش فنيين او خبرين ما لهمش علاقه بالنادي عامه. وهو ان شاء الله الاهلي هيبدا مشواره في كاس العالم للانديه، سواء كان في مواجهه الاتحاد السعودي او في مواجهه مونتيري. تعالى بقى اقول لك ان هو هيبدا يوم 15 ديسمبر. عايز اقول للنادي الاهلي حاجه،
15 ديسمبر ده هيكون بعد عيد ميلادي بشويه، واتمنى ان انتوا تدوني هديه عيد ميلادي كده ايه بالتأهل. يعني نلعب ايه نص النهائي ونطلع نهائي، عشان احنا نفسنا كلنا في كأس العالم. كل جماهير النادي الاهلي بتتمنى دخول كأس العالم. دولاب البطولات فعليا مش ناقصه غيره، دولاب طويل كبير عريض مش ناقصه غير كأس العالم للأندية نتمنى نشوفه. تاني خبر عن النادي الاهلي وهو مواجهة مدياما يوم 25 ان شاء الله في الشهر الجاري، وهتكون اول مرة في التاريخ النادي الاهلي يواجه مدياما في دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا. طيب انا عايز اقول لك على حاجة، هل الاهلي هيبدأ مشواره في دوري ابطال افريقيا بتميز كالعادة، ولا هنشوف اللي احنا شايفينه الفترة اللي فاتت من لاعيبة النادي الأهلي إن في شوية تخاذل وتكاسل في الأداء؟ هنشوف الكلام ده ولا لا؟ يعني احنا آخر ماتش لعبناه قبل التوقف الدولي الأهلي تعادل 1-1 مع الجونة، وكان أداء متواضع، يمكن ما كانش أداء عالي جدا من النادي الأهلي أو كالمعتاد، ولكن هو كان أداء متواضع من لاعيبة النادي الأهلي. نتمنى كلنا نشوف وجه شرس والناب الأزرق للنادي الأهلي في بطولات الدولية. والملعب ان شاء الله هيسيع ل 15,000 مشجع اهلاوي. نتمنى كلنا حضور جماهيري حلو، ونتمنى نشوف النادي الاهلي ان شاء الله يتوج بالبطولة رقم 12. عايز بقى اقول لك على خبر ما قلتهولكش اول امبارح عن صفقات النادي الاهلي وميركاتو النادي الاهلي والكلام ده كله. انا نسيت اقول لك اهم حاجة اصلا انت كنت مستنيها. ايه هي يا عم الحاج؟ هي صفقة علي معلول. طيب علي معلول اللي انا جيت لك وقلت لك ان النادي الاهلي خلاص اكد ان علي معلول هيمشي اخر الموسم عشان يطلع بره يلعب موسم او 2 في دوري خليجي، عشان يعني تأمين مستقبله والحاجات اللي احنا كلنا عارفينها دي، لان كلنا عارفين ان الدوريات الخليجية فيها مرتبات غير طبيعية. وبعد كده يا علي هترجع لنا تاني عشان تكون جزء من الإدارة في النادي الأهلي. طيب ايه اللي حصل بقى على حوار علي معلول؟ إدارة النادي الأهلي قالت لك احنا ملاحظين ان كريم الدبيس لاعب من اللعيبة اللي تقدر ان انا اعتمد عليها خلال الموسم كامل، يعني انا مش مضطر ان انا اجيب بديل لعلي معلول في الفترة الشتوية. ده رقم 1. رقم 2 ان النادي الاهلي بيدرس انتقال فتوح محمد حمدي اللي هكلمك عنه بالتفصيل بس كمان شوية. جالك كولر قالك انا فعليا مش محتاج حد دلوقتي، وفعليا ان علي معلول قادر يديني خدماته لحد اخر الموسم. هو شايف ان علي معلول لسه عنده تاني، فهنشوف علي معلول باذن الله مكمل مع النادي الاهلي للموسم ككل. وباذن الله نشوف تطورات لكريم الدبيس حلوه جدا. وباذن الله انا عايز اقول لك على حاجه وخليها يعني كلمه في ودنك من دلوقتي لحد ما نشوف الايام هتقول لنا ايه. كريم الدبيس هيكون من احسن واجمل الباكات في مصر بشكل عام، والله العظيم 3 بكلمك بجد، مش عشان انا اهلاوي والواد بيلعب في الاهلي والكلام ده، لا والله، بس فعليا الولد ما شاء الله عليه عنده كرة جميلة. يمكن الولد لسه صغير ما عندهوش خبرات ان هو بيقدر يعمل اوفر بطريقة كويسة، ولكن الولد لمسته ورؤيته للملعب جميلة جدا. يمكن الاوفرات دي تتعادل مع الوقت مع اكتساب الخبرات، لان برضه انا لو لاحظت عليه هتلاقي كريم الدبيس نادرا قوي بيعمل اوفر حلو. طبعا علي معلول خبير، فاحنا عايزينك يا حضرة الخبير يعني ايه ادي للواد ده ايه شويه دروس كده ايه خصوصيه بينك وبينه. نروح لمنتخب مصر اللي النهارده قدر انه يوصل بالعلامه الكامله وتصدر مجموعه رقم ايه. وعايز اقول لك ان المنتخب النهارده لعب ماتش كويس تحت ظروف المباراه الوحشه والضغط والجو الصعب. انا عايز اقول لك ان الناس كانت بتلعب على رطوبه 81%، يعني انت حاططهم في فرن وقافل عليهم وبيلعبوا الماتش حلو. دي حاجه. تاني حاجه ان كان في شويه حاجات بتحصل في الملعب ممكن تطلع اللعيبه من الملعب. يمكن كمان الارضيه كانت وحشه جدا، يعني ارضيه ملعب ترتان وما كانش حلو، يعني كمان حتى الناس اللي راحت شافت الملعب
قالت ان الملعب مش حلو. يعني كابتن الدرندلي لما راح شاف الملعب، لان كابتن الدرندلي هو تقريبا المترأس البعثة لمنتخب مصر، قال لك ان النجيلة نفسها مش مقصوصة بشكل كويس، ولكن الملعب ككل ملعب حلو. هكلمك عن شوية حاجات، بس خليني الأول قبل ما أكلمك عن شوية حاجات دي هقول لك حاجة صغيرة قد كده. إيه هي؟ إن بريرا الرئيس للجنة التحكيم المصرية أعلن إيقاف 5 حكام. هقولهم لك بالاسم بس اديني فرصة أسمعهم لك: محمد الصباحي ومحمد الحنفي ومحمود عاشور وخالد الغندور وحسام عزب. وقفهم ليه او استبعدهم ليه؟ قال لك ال5 حكام دول ما بيعرفوش يجروا. مش فاهم. يعني ال5 حكام دول الراجل في الاختبارات التحكيميه، الناس 5 حكام دول فشلوا في الاختبار البدني، والراجل اعتمد على 2 يخليهم في اوضه الفيديو، وهو محمد الحنفي وكابتن محمود عاشور. طيب الناس دي اتحكم عليها من مره واحده؟ لا، الناس دي اتعملت اختبارات الجري في شهر 8 وعملوا تاني اختبارات الجري في شهر 9. يا كابتن انت وهو بطل ايه قعدنا على القهوه شويه، علشان كده مش هينفع. احنا ناس رياضيين، ناس بتلعب كوره. يعني المفروض انت كحكم انت اكتر واحد بتجري في الملعب، اكتر واحد بتجري في الملعب. نتمنى نشوف يعني كارثة التحكيم المصرية دي، يعني بجد والله. يعني حكامنا عملوا ماتش حلو قوي 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 في بطولة الدوري الأفريقي، البطولة المستحدثة. يعني بجد لعبوا ماتش يعني يتحلف بيه والله. شوفوا الناس زمايلكوا، غير على ده خلي عندك دم وغير على دمك، وخليك أحسن من زميلك اللي أحسن منك. حس. نرجع تاني سريعا لمنتخب مصر، وعايز بقى اقول لك على حاجه. معنى الجمله اللي انا قلتها لك في اول الحلقه هو تريزيجيه، لان تريزيجيه في اخر 7 ماتشات مع منتخب مصر ساهم في 8 اهداف. يعني ايه 8 اهداف؟ الراجل يا عم حط جونين الماتش اللي فات، وجون ده وجون مع بلجيكا وجون في غينيا، وكام اسيست. الراجل ما شاء الله عليه لعيب متألق 100%. تريزيجيه مع احترامي الكامل لعمر مرموش وتألقه العالمي بجد، يعني عمر مرموش متألق وجميل، بس عمر مرموش مش اللي قعد تريزيجيه في منتخب مصر. مهما كان مستوى تريزيجيه ومهما كان تريزيجيه فين، تريزيجيه بيجي مع المنتخب بيتحول، بيبقى لعيب تاني. نتمنى ان احنا نشوف تريزيجيه مستمر على التألق، وانا عايز اقول لك انه مستمر. انا دايما بشبه تريزيجيه ده بدي ماريا الصراحه، بيعمل كل حاجه وفي الاخر الفضل بيتنسب لميسي. شبه ما احنا تريزيجيه بيعمل كل حاجه بنقول محمد صلاح. تريزيجيه يستحق مننا الدعم والتشجيع، سواء كان مننا كجمهور او كان منهم كاعلاميين. نتكلم عن محمد حمدي شويه، ونتكلم كمان عن مين يا ربي؟ عن علي جبر. علي جبر ومحمد حمدي. يمكن علي جبر النهارده كان من اوحش الناس اللي لعبت فعليا. مفيش كوره اتلعبت على الارض طويله عدت من قدام علي جبر الا لما كان مهاجم سيريليون يسبق علي جبر ويروح للكوره قبليه، رغم ان كان بيكون علي جبر سابق. طيب هل علي جبر كان متاثر من الضغط الجوي اللي بقول لك عليه، ولا كان هو علي جبر النهارده خارج الفورمه؟ علي جبر من المدافعين اللي احيانا بتقدم ماتشات جامده جدا، بس في اغلب الوقت يمكن بيقدم مستوى متوسط. وفعليا احنا اشتقنا، والله اشتقنا لثنائيه حجازي وعبد المنعم، او الونش وحجازي. والله العظيم 3 وحشتونا، اشتقنا لكم. يا رب يرجعوا بالسلامه. احمد حجازي بدا انه يرجع للتدريبات الجماعيه، وباذن الله هيبدا انه يشارك تدريجيا مع نادي الاتحاد. ونتمنى عوده الونش بالله عليكم، يعني الجهاز الطبي بتاع نادي الزمالك يخف حاله شويه ويرجع لنا اللعيب، عشان فعليا محتاجينه الفتره الجايه، سواء كان لنادي الزمالك او لمنتخب مصر. نروح للشناوي. فعليا الله اكبر عليك يا شناوي. تريزيجيه حط جوان والشناوي طلع جوان. الشناوي النهارده اللي صد بالعدد 7 كور خطيره على المرمى.
شناوي النهارده ما شاء الله عليه كان بيلعب في كل الاماكن. شناوي النهارده يمكن عمال يزعل عبد المنعم، فعبد المنعم زهق عايز يقول له في ايه يا شناوي، انت مش عاتقني ولا هنا ولا في الاهلي يا عم، بالراحه علينا. المهم مصطفى محمد النهارده، يعني كنت تحس ان مصطفى محمد ما كانش واعي، او ممكن كان برضه. يا جماعه عايز اقول لك ان الضغط الجوي النهارده كان وحش قوي، اللعيبه النهارده كانت بتعاني جدا جدا جدا. كنت انت ممكن تقدر تشوف اللعيبه وهي بتعرق جامد، حتى وش اللعيبه كان محمر جدا بسبب الضغط. هكلمك عن ايه بقى؟ عن ان الجماهير اللي نزلت ارض الملعب وعملت قلق في الملعب وخرجت لعيبة منتخب مصر من آخر يمكن ربع ساعة ولا تلت ساعة في الماتش. الحركة اللي حصلت ممكن تهز اللعيبة، أو هي بالتالي هزت اللعيبة بسبب إن الجماهير نزلت. وأكد على ده كابتن الدرندلي وقال إن الأمن على الملعب مش كفاية، وكمان حكم المباراة اشتكى وقال إن الماتش ده مش مؤمن بطريقة كويسة. بالمناسبة إن الحكم النهاردة كان بيلعب ماتش تاريخي بعيدا عن الطردين، بس الحكم النهاردة ما شاء الله قدر إنه يلعب ماتش كويس جدا. بس في حاجة كانت ناقصة الماتش مع الحكم، إيه هي بقى؟ غرفة الفار. احنا ليه ما عندناش فار؟ يا اتحاد يا افريقي يا دولي، انت عملت بطولة اسمها الدوري الافريقي بجوائز بملايين الدولارات، ما عندكش فار في بطولاتك. بدل ما تعمل جوائز بملايين الدولارات وتخترع لنا بطولة اصلا وتصرف عليها فلوس كتيرة، يا عم خلينا نلعب في منظمة كروية. انا كفرقه او كنادي هستفاد ايه من انت تعمل لي 3 4 بطولات دوليين في القاره بتاعتي؟ حلو كده، وانا اصلا ما عنديش ولا تحكيم ولا ملاعب ولا. ادعم الناس يا عم، يمكن في منتخبات او في دول ما عندهاش ملاعب. ادعم الناس لان ده واجبك كاتحاد كوره، عندك حاجه ممكن تدعمها دعمها. اوضه الفار مهمه حتما وبتما. يعني محمد حمدي احرز جون واتحسب اوفسايد، وانا عايز اقول لك ان الجون ده فيه شك كبير جدا. يعني انا واحد من الناس شفت ان الكره مش اوفسايد، يعني انا الجون مش اوفسايد، الجون الثالث لمحمد حمدي مش اوفسايد. نرجع لمحمد حمدي اللي انا نسيته قبل ما انساه تاني. محمد حمدي النهارده ما لعبش ولا اوفر اننج. محمد حمدي من اللعيبه اللي النادي الاهلي حط عينها عليك، لان فعلا اللعيب ده مستواه حلو قوي. انت النهارده كنت خارج نطاق الخدمه يا محمد يا حمدي. محمد النني، يمكن النني النهارده كان بيلعب ماتش من اهم الماتشات في الحياه. محمد النني النهارده لعب باسلوب مميز جدا ما شاء الله عليه. محمد النني دايما يقول لك من اللعيبه نص الملعب ارتكاز اللي بيقدر يقطع الكوره وبيقدر انه يبني الهجمات كلاعب نص ملعب مهاجم. نتمنى المنتخب بتاعنا يواصل الحصيلة التهديفية ويواصل التألق على المستوى تصفيات كأس العالم، لأن كلنا نفسنا نشوف منتخبنا الوطني في كأس العالم، ونشوف منتخبنا الوطني في أدوار إقصائية في كأس العالم، يعني دور 16 دور 8. نفسنا بجد نشوف منتخبنا في المكان ده، لأن فعليا نحن نستحق هذا. يعني كده نكون خلصت حلقة النهارده. ما تنساش انك تعمل لايك وشير وكومنت وتعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد.